يا مساء الفل. النهارده احنا في جاردن باي ذا باي في سنغافوره. هوريكم النهارده حاجات مش موجوده غير بس في سنغافوره في جاردن باي ذا باي. خليكم معانا وهوريكم حاجات فعلا تستحق ان انت تسيب كل الدنيا وتيجي تتفرج عليها هنا بس. يلا بينا يلا بينا. النهارده السبت والباص كله فاضي، الناس كلها في البيت، النهارده اجازه. زي ما انتم شايفين سنغافوره يا جماعه ملهاش حل ملهاش حل. ده الكارت اللي بركب بيه المترو والباص، بركب بيه كل حاجه هنا. بتحط فيه فلوس وعادي كمان ممكن تشتري بيه حاجات. يعني امبارح دفعت فيه فرق، يعني دفعت حبه كاش ودفعت من الباقي من الكارت ده. يا جماعه السلم انا طلعت كتير يعني، بصوا ورايا ولسه فوق، موضوع كبير قوي طويل. سنغافوره سيستم كده. محطه المترو في سنغافوره بالظبط نفس الستايل في دبي، ولكن خلينا ناخد التجربة. نفس الستايل. هنا بيقول لك شو كير، فأنا هقعد هنا. شو كير ده عشان خاطر كبار السن، الناس اللي هم كبار السن، فبيبقوا دايما سايبين لهم الكرسي ده فاضي. شباب زي ما انتم شايفين دي الخريطة كاملة للجاردن باي ذا باي وكل الأنشطة اللي موجودة جوه. زي ما انتم شايفين يا جماعة الناس كتيرة جاية للجاردن باي ذا باي. زي ما انتم شايفين العدد يعني ما شاء الله، الناس جاية من كل حتة تتفرج على الجاردن باي ذا باي. وأنا دي بالنسبة لي أول مرة، ولكن خلينا نكتشفها مع بعض. أنا قريت عنها طبعا وشفت فيديوهات ليها كتير، ولكن الأحسن إن انتوا تشوفوها معايا خطوة خطوة. يلا بينا يلا بينا. التراك بتاع العجل اللي انا ماشي فيه على رجلي، وهنا ده الكبير ده التراك بتاع العجل. انا ماشي زي الناس، ولكن ده هنا بيقول لك المكان ده اللي انت تمشي فيه على رجلك، وده التراك بتاع العجل كلاب كار. طبعا من حسن حظي ان انا دخلت البلد اثناء الكريسماس او تجهيزات الكريسماس والنيو يير. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي هتبقى بالليل او كمان شويه هتلاقيها منوره. لما الدنيا تضلم شويه هتلاقي الانوار بدات تنور وبيبقى شكلها روح تحفه. في زيها في اورشاد رود، وكمان شويه لما الدنيا تضلم هتلاقي كل ده الانوار بتاعتها منوره وهيبقى شكلها تحفه جدا زي الحاجات اللي بتطلع في ديزني. زي ما انتم شايفين التجهيزات بتاعت الكريسماس حاجه في منتهى الروعه. والميزه هنا ان كل الاعمار تلاقيها، يعني تلاقي شباب صغيره، اطفال، كبار السن. هتلاقي كمان في ناس جايبين معاهم البيتس بتاعتهم، الكلاب بتاعتهم. فجميله جدا المكان ده. انا عن نفسي يعني كنت اتمنى ان انا اجي هنا من بدري، ولكن ادينا جينا وشوفنا التجربه ولسه هنكمل. على فكره في حاجات حيوانات قالوا عليها ان احنا ممكن نشوفها، هندور عليها برضو، وربنا يكرم كده ونلاقيها هندور عليها برضو ونشوفها ونصورها لكم، واستمتعوا معانا بأجمل رحلة في سنغافورة.
زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه، والناس بطريقه التنظيم والمشي طريقه في منتهى الروعه. شباب زي ما انتم شايفين الجو هنا روعه جدا، وزي ما انتم شايفين الشجر عاملينها بطريقه يعني فوق الوصف وفوق انا مش عارف اعبر عن اللي انا شايفه. ممكن انت لو هنا في الحقيقه تشوفها بعين مختلفه عن طريقه التصوير. كمان لما يكون فيها الوان، حتى اللايت يعني لما كمان يبقى فيها اللايتنج وكده تبقى مختلفه تماما عن الوضع اللي انت شايفه. ولكن في كذا بقى، في كذا واحده، في 1 2 3 في السكوير اللي انا فيه ده. دي عربيات زي الكلاب كار، لو مثلا حد عايز يركبها تعب من المشي وعايز يطلع بره او يروح في اي سبوت يقدر يركبها. في بقى اوبشن الباصات اللي هو الكلاب كار اللي كانت هنا دي ب 12 دولار، ب 10 دولار عفوا. الكلاب كار اللي كانت واقفه هنا ب 10 دولار، ودي تاخدك بقى تلففك الدنيا كلها. في دوم زي هي ورا الشجره دي، زي دوم كده اهو جواها ووتر فولز يعني زي شلالات، بس طبعا مان ميد. وفيها بقى بلانت شجر مختلف الانواع والالوان، دي ب 22 دولار. في شو كمان بيبقى هنا ده بيبقى هو بفري، ولكن عشان في حاجه في الكريسماس عاملينها، فلو انت عايز تحضرها دي يعني مكان تقعد فيه، فده ب 12 دولار. ولو مش حابب فانت ممكن تقعد في المكان اللي فري. في بقى منطقه مطاعم كامله، ولكن انا يعني الموضوع بالنسبه للمطاعم شويه عندي قلق منه، ولكن هو اكيد في مطاعم حلال. ولكن اللي مضمون بالنسبه لي وممكن يكون يعني افورتبل برايس فهو ماكدونالدز. فانا هخش ماكدونالدز هنا، وجنبه اهو ماكدونالدز اهو، وجنبه ستاربكس. هاكل واشرب قهوه وابدا التور. يلا بينا اوريكم اجمل مكان في الدنيا. المكان مليان اسماك ملونه، وفيها ورق الشجر اللي هو اللي بيقعد عليه الضفادع زي توم اند جيري ده، بيقعدوا ينطوا كده. ولكن ده في الكرتون، ما اعرفش في الحقيقه ايه. لكن كل اللي تحت فيه سمك الوان. انا اوريها لكم، فيها اسماك ملونه كتيره، ما اعرفش راحوا فين، كانوا لسه هنا. بس بصوا اصلا البحيره عامله ازاي لغايه لما نلاقي سمكه اهو. في هناك اهي سمكه اهي ملونه، راحت فين وتستخبى؟ شايفينها؟ تستخبى لان تحتيه فيها اعشاب كتير. لكن بصوا اهي شايفينها، فيها اسماك كتيره ولكن مستخبين في الاعشاب اصلا. لا تحفه، روعه 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 روعه. انا بقى مش عارف دي ضفدعة حقيقية الحجم ده حقيقي ولا ده اي كلام، مش عارف. بس عشان ليها ديل تحت فانا مش قادر اميز.
هنا بقى بيقول لك انواع الطيور اللي موجوده في الجنينه او في الجاردن باي ذا باي. النهارده كده خلصنا الرحله بتاعتنا في الجاردن باي ذا باي. دلوقتي انا هنا في اخر نقطه بالنسبه لي لان انا فيصت مش قادر. في كمان انشطه ممكن تخشوا تعملوها جوه، ولكن انا فعلا النهارده اليوم كان ضغط عليا طويل مش قادر. يعني في حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، ان هنا انت محتاج تشرب ميه كتير جدا. بصوا انا ازازه الميه بتاعتي هنا دي اللي انا شاريها من هنا من الجاردن باي ذا باي، دي 500 مللي ومكتوب عليها حلال. دي ب $3، ف $3 سنغافوري، فانت محتاج تشرب ميه كتيره. فطبعا انصحكم بان انتوا يعني تملى الفليكس بتاعك وتخليه معاك، تبقى دايما معاك ميه، لان هنا الجو فيه رطوبه فانت محتاج تشرب ميه كتير عشان تقدر تكمل بقيه اليوم. او بتجيب ميه في اماكن معينه بتقدر تجيب منها ميه ودي تبقى ارخص. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما انتم شايفين ان في اماكن انتم محتاجينها تاخدوا تيكت، يبقى معاكم تيكت اللي هو الكيو ار. احنا طبعا بنوفر الكيو ار ده باسعار طبعا اقل شويه من الكاونتر. مش بس الاماكن، هنا في انشطه كتيره جدا في سنغافور بنقدر نوفرها باسعار يعني نقدر نقول انها ديسكاونتد، على الاقل اتليست ان هي تكون اقل من الكاونتر. وكمان انت تبقى معاك الاي سمارت تيكت، فانت مش محتاج تقف في الطابور. زي ما انت شايف الناس واقفه قد ايه في الطابور، والطابور طويل يعني او الكيو طويل. فاحنا بنقدر نوفر لك الموضوع ده بمنتهى البساطه، بس بتبعت لنا واتساب، نبعت لك بيمنت لينك، بتاخد التيكت، بتنجوي. الموضوع سهل جدا وبسيط، وبتقدر تسكيب التيكت ده. المهم ان انت لازم تبقى عارف ان انت 100% هتحتاج تشرب ميه كتير جدا، ولازم تعمل حسابك في اكبر كميه من الميه، لان الجو فعلا هيكون صعب جدا. وكمان صحابنا بتوع دبي مفيش لاكشري كار وتمشي بيها هنا، لا، في باركنج تقدر تركن السياره بتاعتك فيها، ولكن الافضل ان انت تيجي بالمواصلات تاخد الاكسبيرينس كامله. يعني انت هنا اصلا المكان ده هتفضل ماشي فيه، اماكن كتير هتفضل ماشي فيها. هلو اماكن كتير هتفضل ماشي فيها. انا مش تشوف سبوتات تقدر تتصور مع التري، سنغافور تري ومالاي تري وانديان تري. دول حاجات جميله جدا، الناس كلها بتيجي من كل حته في العالم تتفرج عليها. فسنغافور هوت سبوت، وانا شايف ان سنغافور هي اللي جايه هتغطي على الدول اللي هي بالي، و هتغطي على كل ده. يعني هي دي ستايل ودي ستايل عشان اكون واضح يعني، ولكن السبوت هوت سبوت هنا في سنغافور. صحابنا اللي بيلعبوا عايزين الكازينو، فهنا في كازينو. صحابنا التانيين اللي عايزين انشطه وعايزين طبيعه، فهنا في اماكن طبيعيه كتيره جدا. بقى اصحابنا التانيين اللي هم عايزين ريلاكس وعايزين يبقوا يخلوا عندهم تشيل كده، فهي دي برضو هوت سبوت. سنغافور هوت سبوت للاماكن دي كلها. اشوفكم على خير في بلد جديده ورحله جديده. باي باي.